كل حاجة اتعلمتها ليها دعوة بالبيزنس كانت منه. من باباك. كل حاجة اتعلمتها ليها دعوة بالإنسانية كانت منها. من الحلقات اللي مش هنساها الحلقة TPP ايه التك تولز الموجودة دلوقتي اللي ممكن نعملها؟ لأنه النهاردة تك بتخلي المالتيبلاير في حتة تانية خالص. تكبر شوية وتلاقي البيولوجيكال كلوك بتاعتها والكارير كلوك ماشيين عكس بعض. هدفنا بجد نرتقي بمستوى التعليم. راجعين لكم في السنة الثالثة في بيوند تانك مع فودافون بيزنس. مساء الخير جميعا، ازيكم؟ شايف وشوش مألوفة كتير. مين جه قبل كده؟ ناس كتير جت قبل كده. ثانك يو ان انتوا معانا تاني، دي حاجة يعني بنتشرف بيها. النهاردة الحلقة الأخيرة من بيوند ذا تانك مع الشارك الست اللي فضلت طول حياتها لو بروفايل لحد ما طلعت في شارك تانك. الست اللي بتقول دايما فاميلي فيرست، وشوفنا كلنا إنسانيتها وقد إيه ست مؤثرة وبتعمل إمباكت حلو، وهي زي ما بتحب تطلق على نفسها بنت علا ورؤوف. معانا دينا غبور. اخبارك ايه؟ كله كويس. اتفضلي. ازيك؟ كويس. انا استنيتك برضو بقالي اكتر من شهرين 3، كان نفسي اعمل معاكي الانترفيو ده. حصل. والحمد لله مبسوط ان احنا قاعدين النهارده وبنعمل الانترفيو. وثانك يو ان انت مش هتطلعي كتير السنه دي واخترتي انك تبقي معايا في بيوند ذا تانك. ده شرف ليا يعني، وحاجه بتفرحني. Thank you for having me. ثانك يو، ميرسي. هنتكلم على كل حاجه من الاول خالص، وبحب امشي كرونولوجيكال. يلا بينا نتكلم من الاول خالص. عمرك ما اتكلمتي على طفولتك. عايز اعرف دينا البنت اللي في المدرسه الحلوه اللذيذه. لا، التختوخه اللذيذه. التختوخه اللذيذه. كنت مين في المدرسه؟ كنت مين في الشله؟ عايزك تحكي لي على وانتي صغيره. طفولتي كانت طفوله حلوه جدا بصراحه. امي وابويا كانوا اب رائع وام رائعه فعلا يعني. كانوا بيحبونا جدا، كانوا بيدونا وقت كتير قوي. فكانت طفولة سعيدة. ما كانتش طفولة سهلة لأن أنا اتولدت عندي ربو جامد جدا. كنت طفلة عندها يعني كانت حالة صعبة جدا من الربو. كنت عايشة على حقن كورتيزون. كان بيجي لي التهاب رئوي 50 مرة بسبب الأدوية والحقن وكده. تخنت جدا جدا جدا. فكنت قلبوزة جدا وأنا صغيرة فعلا جدا. بس أمي وأبويا كانوا خطار يعني. كانوا دايما بيحسسوني انتي ذكية، انتي لذيذة، انتي دمك خفيف، انتي زي القمر. فمن كتر ما ادوني حب فعلا عمري ما حسيت بالتشالنجز او الصعوبات اللي ممكن كنت اكون بعدي بيها وانا صغير. هل كنتي متدلعة يا دينا؟ متدلعة في الحب جامد جدا، بس ماديا امي كانت ماسكة جامد فعلا جدا. يعني كان عندها الحتة بتاعت أنا مش عايزاهم يبوظوا. يعني ابتدوا يسيبوا كده وإحنا في العشرينات. فكانت مامتك بتمسك لحد ما انتوا لحد ما اتأكدت إن كل حد فينا هيبقى بيشتغل مش قاعد في البيت مريح كده يعني. كانوا رسمين لك مستقبلك يعني؟ أتكلم على باباكي تحديدا، كان رسم لك مستقبل عامل إزاي؟ أو كان شايفك بتعملي إيه بعد كده؟ لا، هو كان رسم مستقبل بزيادة. يعني أنا مثلا قصة يمكن ما حدش عارفها. أنا كنت عايزة لما خلصت مدرسة كنت عايزة أدخل بيركلي كوليدج أوف ميوزك. أنا كنت بحب جدا الغنى وكنت ليا في المزيكا وكده من وأنا صغيرة. طبعا هو قال لي انسي اجري لعبي بعيد. لا، تعملي بيزنس وتعملي فاينانس وتعملي مش عارف ايه. فهو كان متدخل جدا. كنت بتتضايقي من القصة دي وانتي صغيرة؟ لا، تخيل. أنا كنت برضو شاطرة قوي في المدرسة. فهو كان بيجيبها لي بطريقة بصي يعني اعملي فاينانس واعملي بتاع وكده، وبعدين لو عايزة أغني on the side. وكان بيشجعني. هو اللي كان بيجيب لي مثلا كاريوكي سات حلوة قوي. كان بياخدني أتفرج على كونسرتس في كل حتة. ياخدني أتفرج على بافاروتسي and friends من وأنا لسه عيلة. فكان بيشجع وبينمي برضو الموهبة اللي عندي. بالظبط. دخلتي جامعة أمريكية؟ دخلت الجامعة الأمريكية وتعاقبت عشان قعدت 2 سنين بجيب straight A's.
كانوا متوقعين اكتر من كده؟ لا خالص، هو لقاني بجيب ستريت ايز وانا اصلا كنت تعليم فرنش، فكان الانجليزي بعافيه شويه. فلما دخلت ولقاني بجيب سنتين ستريت ايز قال لي لا 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 لا، قال لي يعني انت شاطره وذكيه بس مش للدرجه دي تسافري. فده كان بالنسبه لي عقاب، لان انا قريبه جدا لامي، قريبه جدا لاصحابي، فكنت عايزه اقعد. طبعا قعدتي في بوسطن وخلصتي الجامعه هناك، عارف ان انت رحتي اسبانيا كمان بعد كده الام بي اي بعد كده، فكملتي بعد كده؟ لا يعني خلصت بوسطن رجعتي مصر وجالي وقتها شغلانه في دويتشا بانك في انفستمنت بانكينج، وهو وقتها كان متعثر جدا، كان غبور كانت تقريبا كانت مديونه بحاجه زي مثلا مش فاكره 1.5 مليار 2 مليار في وقتها، ده كان رقم كمان يعني فاهم. فقال لي انا عارف انت جايلك يعني very good offer وبتاع، وبعدين ما اعرفش حسيت ان انا مش عايزه اسيبه لوحده، فقلت انت عارف انا هرجع، انا مش هاخد الاوفر I'm gonna turn it down وهرجع مصر. ورجعت مصر واشتغلت معاه. وعايز اتكلم على المرحله دي، ان انتوا برضو عديتوا بالتربلنسز او المرحله دي تحديدا. كان التعامل معاها عامل ازاي؟ هل كان شكل بقى الداينامكس في العيله او في مستوى الحياه اتغير؟ يعني عايز اتكلم على المرحله دي عدت عليكم ازاي. بص ما كانتش سهله. خد بالك ده انا فاكره كويس قوي ان انا كنت وقتها كنت في الجامعه الامريكيه. كان لسه كمان قبل ما تسافر. واللي حصل انه هو تعثر وبقى اسمه في كل الجرايد. وفاكرة ان انا دخلت مرة فكان اول يوم بنتعرف لسه على البروفيسورز وكده في الجامعة، فالدكتور يعني بيقول لي انت اسمك ايه؟ وانا عامة بقول دينا رؤوف عامة في كل حاجة، حتى وانا مثلا بعمل ديليفري دينا رؤوف يعني. فقلت دينا رؤوف، فبص كده في الورقة قال لي دينا رؤوف غبور. فقلت له قال لي انت قدام كله بقى واصحابي وكده، انت مش ابوكي مفلس بتعملي ايه هنا؟ والله العظيم والله العظيم true story. فانا بصيت له كده قلت له انت شايف ان دي حاجه مفروض تقولها؟ قال لنا بصوا، هو كان قال لنا بصوا انا هتسمعوا من كل حته ان انا مفلس وان الشركه متعثره وان احنا في حاله سيئه جدا ومديوني، شرح كل حاجه. وقال انا رجعت كان هو عنده بقى اسيتس بره زي كل رجال اعمال وعنده فلوس بره، فقال لنا انا جبت كل الفلوس اللي بره ودخلتها الشركه وجنبت جزء صغير عشان تعلمكم. ومن هنا قال لي انا عايزك تسافري عشان تأمني مستقبلك لازم تاخدي احسن تعليم وكده، لانه انا هسيب لكم حاجه واحده بس، تعليم، هذا حاجتين، تعليم وسمعه. قال مش عايز ابقى من الناس اللي هربوا ويتقال ابوهم هرب، وكان فاكر وقتها في القصه دي، وكانوا للاسف رجال اعمال بيهربوا كده، فقال انا مش عايز دي تبقى سمعتكم. الموضوع ده معلش اثر فيكي ازاي؟ برضو التعامل مع ده والناس ما اثرش فعلا، ما اثرش نقطه. وعلى فكره في اللي قاعدين اصحابي من المدرسه فهم عارفين عاشوا القصص دي معايا. اوكي ما اثرش لسبب بسيط، أمي كانت فورس. أمي كانت مش عارفة حتى أوصف، فهي كانت كل يوم بتبص لنا تقول لنا إيه المشكلة؟ إيه يعني؟ مش إحنا بصحة وإحنا كويسين وبناكل وبنشرب وفي سقف فوق، إحنا تمام. وهي مؤسسة مستشفى 57 الناس اللي مش عارفة يعني. هرجع لمشوارك وكل حاجة، بس بدنا بنتكلم عليها، عايزك تكلميني عنها شوية. بتتبسطي لما الناس تقولك ايه، ان انت شبهها في ايه، او ان انت بنت علا؟ هي علمتنا ان احنا هنا عشان نساعد. فاهم قصدي؟ اتلبخ واعمل ونتلبخ بالحياه وانجح واعمل بيزنس، بس اوعى تنسى ان هدفك لازم تلعبه انك تساعد. هرجع تاني، هنفضل نروح ونرجع ما بين الأحداث في حياتك. على أمريكا رجعتي شوية اشتغلتي معاه، وعايز أتكلم على السفر عموما. أنا عارف إنك رحتي عملتي MBA في أسبانيا، عايز أتكلم على تجربة السفر. غيرت فيكي إيه؟ أثقلت فيكي إيه؟ أنت هنا متعودة ببوزيشننج معين، بسيتنج معين متعودة عليه، هناك أنت رحتي زيك زي غيرك، بشطارتك هتثبتي نفسك، أثبتي نفسك وعملتي MBA كل ده. علمتك ايه تجربة السفر كلها؟ لا علمتني حاجات كتيرة الصراحة. اتعلمت اولا ابقى مستقلة جدا، independent، فبتنشف. فده اول حاجة. تاني حاجة بتقابل ناس من جميع الثقافات، فانت ده بيفتح افقك 100%.
فبصراحة يعني قد ما كنت زعلانة من أبويا وهو بيشحنني على أمريكا، قد ما دي فهمتي بعد كده تكاد تكون أعظم حاجة هو عملها لي. رجعتي مصر، اشتغلتي معاه الأول في ظروف ما كانتش أحسن حاجة لحد ما الدنيا الحمد لله عملنا بقى، ظبطت. رجعنا بقى في عز التفليسة وبنشتغل وهو عمل turn around story، يعني القصة اللي هو عملها في غبور تدرس. وبنصح أي حد ما قراش الكتاب اللي هو كتبه يقراه. إنه لازم يقراه، الأوتوبيوغرافي بتاعته، لأنه بيحكي فيها القصة خرج إزاي من الأزمة. كنتوا معاه وهو بيخرج من الأزمة؟ أنا كنت معاه. أنا كنت معاه وعملت معاه الIPO. وكنت بتخض لأن هو راجل كبير، أنا كان عندي مثلا 22 سنة وقتها، وكنا بنشتغل لحد الساعة 1 الصبح و2 الصبح. أنا فاكرة أن أنا كنت ببقى مهلكة ومستهلكة ومكسوفة أقول له حاجة، ما هو أبويا وهو راجل كبير ومعايا وما بيشتكيش. اتعلمتي منه إيه؟ هو بيزنس مان عامل إزاي كان رؤوف غبور؟ لا، كان أولا ديسيبلين مرعب. كان فايتر، بيحارب، بالذات سوق العربيات دي حرب طبعا فاهم، كومبيتيشن مرعبة. كان لا اتعلمت، بص كل حاجة اتعلمتها ليها دعوة بالبزنس كانت منه، من باباك. كل حاجة اتعلمتها ليها دعوة بالإنسانية كانت منها. هنتكلم على دينا. اتخرجتي واشتغلتي في عربيات النقل، وبنت كتكوتة صغيرة لسه عايزة تخش، عايزة تثبت نفسها، فطاحل رجالة. تعاملتي مع المرحلة دي ازاي؟ محتاجة تearn everyone's respect، والناس تحترم وجودك وانك بتفهمي وليكي صوت. المرحلة دي تعاملتي معها ازاي؟ وباباكي ساعدك فيها ازاي؟ لا، ما ساعدش. ما ساعدش خالص. هو حدثني بالقصد. هو حدثني لدرجة في مرة مش هنسى، دخلت عنده ميتنج وكنت أنا ابتديت أثبت نفسي. وكان في مكتبه، وكان في واحد من التوب بوزيشنز اللي كان مسؤول وقتها عن العربيات. والراجل ده كلمني بطريقة بايخة. أوكي، وأنا مستنية أبويا يدافع عني. يعني أنا قاعدة ببصله كده وهو قاعد أقول حاجة يا أخي، فما قالش حاجة. أوكي، فلما الراجل طلع انفجرت في العياط. انفجرت، قلت له أنت إزاي يعني إزاي تسيبه وأنت شايف اتكلم معايا إزاي وبتاع؟ قال لي لازم تدافع عن نفسك. كان مديكي هذه المساحة ان خشي جربي دافع عن نفسك، اعملي كل بالزبط. ده. هل كان مفرق ما بينك وما بين اخواتك الولاد؟ خالص. امي كانت لازم تفكره دي بنت. يقول لها فبعدين تقول له لازم تتجوز، يخاف يقول لها ما عنديش بنات تتجوز قبل 30 سنة. انت قعدتي شوية بتشتغلي في غبور، وكان اول يمكن معرفتي بشكل دينا غبور كان وقت حالا. صح. عايزك تحكي لي عن حالا شوية وعلى التجربة دي وانت كانفستر فيها. هو اللي حصل اللي انت قلته، انه انا بعد كده فقدت امي. ولما فقدت امي رقدت وبطلت شغل تماما. كنت لسه مخلفه انا، بنتي كان عندها اشهر. 30 كان عندي 30 سنه. وبنتي كان عندها اشهر. بنتي الكبيره. فقعدت قلت بقى نفسي تسدت وكده، وهم بقى فضلوا يحاولوا يقنعوني ارجع وانا اتلكك. وبعدين مع الوقت فقدت ثقتي في نفسي من القعده. بتصدي دايما بقول. كنت عشان ارجع صح ما انا حاسه اني بتغابى كل يوم، فاهم؟ بعدين ومش قادره تعملي حاجه، مش قادره اعمل حاجه، مش عارفه اقوم. فهو جالي. قعدتي شويه حلوين كده. 5 سنين. 5 سنين كتير قوي. 5 سنين. عارف كان عشان اشغل مخي بعمل ايه؟ رحت اشتريت الكتاب بتاع جيمات، كنت بقعد احل بقى جيومتري والجبرا في البيت. فاهم قصدي؟ عشان هعمل ايه؟ احاول بس اصحصح خلايا المخ اللي نامت دي. باباكي ما قالكيش يلا لا كان بيحاول، كان بيموت نفسه. وانا اقول له لا، اصل انا شغلتي بقى في الوقت ده كنت انا بقى اترقيت، وانا كنت Chief Business Development Officer، وكنت انا بعمل كل الانفستر ريليشنز، وكنت الشيف ماركتنج اوفيسر. فاولا كنت عايشه في طيارات. فانا قلت له طب انا هرجع وانا ساكنه في الزمالك وانت شغلك في ابو رواش، وهعيش في طياره. والحق هو اتغير. هو لما انا خلفت بصلي على اني بنت. فاهم قصدي؟ كان مهم قوي عنده ان انا ابقى موجوده مع ولادي برضه. فقلت له هعمل ايه؟ فقصدي ما كانش اكتئاب او ما كانش. لا طبعا اكتئاب برضه جزء منه.
لا طبعا اكتئاب. صحابك بيضحكوا. اكذب. طلعتي من الاكتئاب ده ازاي؟ بالشغل او بطريق مثلا طب تعالي خشي في حالا، ولا هقول عرفتي لك. قبل كده؟ قصة يعني مش عارفة مفروض تتحكي ولا لا، بس أنا لما أمي ماتت فقدت علاقتي بربنا تماما. مم. غضب مم. رهيب. مم. إزاي تعمل كده؟ مش يعني عارف دايما بتسمع الحاجات دي بتحصل في بيوت تقول بس احنا مش كده. ربنا. مم. ربنا مش عامل مش عارف فينا فينا كده. كده. ف وبقول لك هي اتاخدت بطريقه وحشه كمان، ومرض لعين، شايفاها بتتعذب. وست ملاك وست وليه ملاك، هي وبقول له يا رب ده دي اكتر ست بتساعد في مصر في الخير. وفي في المرض ده ازاي يحصل فيها كده؟ بتوصل لمرحله يعني اقدر اقول لك ان كنت على ركبي. يعني في يوم نزلت، ده بعد سنين من قطع العلاقه مع ربنا، نزلت على ركبي لانه كنت خلاص بقى ليفل الاكتئاب والوجع ونزلت كده ورفعت عيني وقلت له على ركبي. يعني وابتديت فعلا اتحسن لما رجعت ربنا. كويس انك وصلتي للحته دي، انك عرفتي توصلي لها تاني وترجعي لها تاني. It took years. اخد سنين. بس رجعت وابتديت بقى، رجعت اشتغلت في حالا لحد ما باباكي جه قال لك يلا في الاوبورتيونيتي بتاعت حالا. مظبوط. ايه اللي حصل؟ كانت بقى تجربة مختلفة خالص. بقى لي 5 سنين قاعدة في البيت، العالم اتغير. It's a tech company. Chief Marketing Officer لحاجة performance marketing وبتاع. الكلام ده وقتها كان ما كانش موجود قبل. ما كانش موجود خالص. فتعلمناه. ودخلتي بقى وشمرتي دخلت وشمرت واتعلمنا وبنينا فريق كويس قوي وعملنا كويس وفضلتي مع حالا قد ايه؟ عايز اتكلم برضو على، لان احنا برضو فودافون بيزنس في بيوند تانك بنتكلم على اول مليون جنيه. فيمكن ده مش ابليكابل قوي في الفاميلي بيزنس، بس النهارده دي دخلتي ستارت اب لسه بتبتدي هتحقق فلوس. بس اول مليون جنيه ما حصلتش وانا في حالا، حصلت قبل بكتير. لانه هقول لك ليه. طبعا مش ان انا ست عصاميه وابتديت من الصفر، مش هنمثل. انا ابويا رؤوف غبور وهو عمل الاتي، هو جاب مليون جنيه. انا افتكر كان عندي 19 سنه وقسموا عليا انا واخواتي. والله. اوكي. فكل واحد خد 333,000 جنيه. فانا خدت ال 333,000 جنيه وقال لنا اعملوا بيهم اللي انتوا عايزين. كان عايز يشوف يعني. عملتي بيهم ايه؟ استثمرته. جبت المليون جنيه. افتكر كان احساسهم ايه اول مليون جنيه؟ لا كان عندي عم جبتهم وانا مثلا 20 يعني. فاهم قصدي؟ ايه علاقتك بالفلوس يا دينا؟ علاقة حميدة جدا. يعني لو بني ادم توصفيها ازاي؟ يعني بتحبي الفلوس، بتكرهيها؟ how do you see it؟ jokes aside. ما فيش حد ما بيحبش الفلوس، صح؟ طبعا. والفلوس بتريح في حاجات كتير. وانا انا ابويا شرود. يعني ازاي؟ شرود في البيزنس، ويعني عارف عنيف في البيزنس، وانه يعمل فلوس ويقول لي انا لو جبت مبلغ كذا هريح واستقيل، يجيبه لا هنعلي، هيجيبه لا هيعلي، ما بتخلص. فانا غصب عني زيه. فاهم قصدي؟ بقول لك اول 300,000 جنيه خدتهم طخ طخ طخ، وكنت ما بنامش لحد ما جبت المليون جنيه. فكانت دي علاقتي ديفينتلي، وكنت دريفن شويه بان لازم اعمل كويس والشغل وكده. العلاقه اتغيرت بالفلوس، لانه لما امي ماتت ما هي كانت عيانه واحنا عندنا فلوس، ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه. مش بس ما عملتش حاجه، وما طبطبتش على قلبي المكسور بعدها. فاهم قصدي ايه؟ ولما ابويا مات نفس القصه. فعلاقتي اتغيرت بيها طبعا. كل يوم بقول الحمد لله، ما هي بتساعد في حاجات، بتخليني اقدر اساعد ناس، وتخليني اقدر اساعد نفسي، تخليني اقدر لما بنتي عيت اقدر اجيب لها احسن حاجه. الحمد وسيلة. لله كل يوم وسيله. بس مش هو ده اللي احنا عايشين له يعني. ايه السعاده؟ كنت بتتكلمي، كان عندك البودكاست بتاعك، وكان عندك حلقه السنه اللي فاتت من الساحل بتتكلمي فيها عن معنى السعاده. ايه السعاده من وجهه نظرك؟ لا لسه بتدوري على فكره. انا لازم اقول لك حاجه. مش كل الحاجات اللي بقولها في البودكاست معناها ان انا هناك. انا بعلم نفسي، انا بكلم نفسي زي ما بكلم الناس. فاهم؟ يعني انا عارفه ان هو ده الطريق، بس انا لسه بتعلم. فهمت قصدي؟ فلسه بتدوري عليها. يعني الحمد لله.
ما اقدرش اقول ان انا لا الحمد لله انا راضيه. طبعا بيجي لي اوقات ابص كده واقول له يعني بالراحه من فضلك. في مواقف معينه يعني لما علا جالها السكر مثلا. خبطه ثالثه برضه. لا دي كان نوك اوت. ده كان نوك اوت. يعني امتى حصل؟ بعد وفاه بعد مامتك موت وباباكي؟ ابويا على طول. بعد موت على طول والله. يعني ما كنتش لسه ما لحقتش. خد بالك ابويا لما عي انا كنت انا سبت شغلي سبت حالا. كان في عشان كده ده بيكمل لك قصتك. انا قعدت 3 سنين في حالا وتعلمت كتير وكبرت فيها وعملنا كويس جدا وعملت اسم. انت سمعت عني في حالا وعملت اسم كويس قوي في حته الماركتنج والبرفورمانس ماركتنج والكلام ده كله. وبعدين ابويا عي. فلما ابويا عي انا بنت على ولدين هو احتاجني طبعا فسبت الشغل وقعدت جنبه وقعدت كنت ممرضه شهور. قعد قد ايه لحد ما توفى؟ هو قعد 1 سنة وكام شهر عيان بس اخر كام شهر اللي كانوا صعبين جدا. فكان برضو بروسس صعب اني تاني بتفرج على ابويا بيموت بنفس الطريقه بين دراعاتي. بس عملت بقى ابروتش مختلف. يعني لما امي ماتت رقت كذا سنه. لما ابويا مات قلت انا مش عايزه اعمل كده في عيالي تاني بالذات مريم لان عاشتها معايا اول مره. فانا فاكره ان هو مات بقول لك فوتت يوم والتاني يوم نزلت رحت الجيم. انا ما زعلتش عليها اكتر منه على فكره خالص. هو استعملتي بطريقه مختلفه. استعملت بطريقه مختلفه. كان قرار. بعدها على طول علا جالها السكر. كانت لسه هي تم 8 سنين. بعد عيد ميلادها بيمكن اسبوعين جالها السكر. فدي بقى كانت بقول لك اللي هو تعاملتوا مع الموقف ازاي؟ لا ما تعاملتش. ايه اللي حصل؟ لا اسالهم بقى. لا يعني على الارض والله قدامها. ودي حاجه ما كنش عمري احب يعني انا بعتذر لها. فبعد ما كانت بتعيط وتصرخ وتتشحتف جات لي قالت لي كده بالظبط مامي لو وقفت عياط توقفي. فقلت لها مش عارفه انت هتوقفي؟ قالت لي لو انا وقفت توقفي عياط. فقلت لها قالت لي يا مامي we have to be grateful لازم نبقى راضيين. انا عايشه في ولاد في فلسطين بيموتوا. والله هي اللي قالت لك كده. هي اللي قالت كده وهي عندها 8 سنين. فانا بصيت لها قالت لي we're gonna get through this together. هي اللي قالت انا وانتي هنعدي مع بعض. بس يا مامي promise انك ما تعيطيش. تبطلي عياط. والحقيقه هي اللي قوتني. هي اللي اللحظه دي لحد اللحظه دي هي اللي مقوياني. لا يعني ان شاء الله تعدي وما تبقاش يعني هتعيش حياتها وهتتبسط يعني ان شاء الله. يس جزء من السعاده ان انت تبقي بتشتغلي شغلانه بتحبيها 100%. فعايز اتكلم على جي بي فاونديشن وان انت اخترتي حته الفاونديشن. عارف انك بتلعبي دور كبير فيها وانك لما اخترتي ترجعي جي بي او غبور عموما اخترتي الفاونديشن نوت ذا بزنس سايد. ليه عملتي كده؟ عشان ردا على سؤالك السعي ورا السعاده. لو في فلسفه وحيده انا عارفاها او اعتقد ان انا ممكن اكون صح في دي هو انه الطريق للسعاده انك فعلا يبقى فيه امباكت بتعمل فرق. الفاونديشن دي كانت موجوده قبل ما انت يعني عايزك تحكي لي عليها شويه. عايز اعرف بتعمل ايه بالظبط. هي الفاونديشن كان هو ابتدى 2 سنين قبلها فهي تقريبا بس 2 سنين. يمكن هو وقتها لما قال انا عايز اعمل فاونديشن فانا قلت له في الصحه. قال لي لا في التعليم. فقلت له ليه؟ ده احنا طول عمرنا بنعمل 57 وغيره ومجدي يعقوب. فقال لي عشان التعليم لو ظبطناه هيرتقي بكل حاجه. بالطب وكله وعايزين نعلمهم يصطاد. يعني عايز اعلمه يصطاد مش اديله السمكه. فقلت له يعني اقتنعت بصراحه وفعلا ابتدينا نعمل كده. ولما ابتدى هو وقتها قال عايز اعمل في فوكيشنال اللي هو التعليم الفني. وفعلا ابتدى في الحته دي. لما انا جيت ومسكت ابتديت اعمل ريسيرش كتير جدا ولقيت انه في طبعا احتياج للتعليم الفني. والفاونديشن عندنا بصراحه ما فيش احسن من كده مستوى في مصر في التعليم الفني. هما بيطلعوا بشهادات من الجيرمان تشامبر يقدروا يشتغلوا بيها في كل حته في العالم في اوروبا. فهم بيتعلموا بجد.
فاحنا بنعمل الموضوع ده بجد مش عشان نبقى عملناه وخلاص. بالظبط. فابتديت اشوف الدنيا محتاجه ما في، انت لازم تأدبت. ابتدينا دلوقتي نعمل التكنولوجي، فابتدينا نintroduce classes technology IT. بعدين ابتديت اقول لهم عايزه اعمل حاجه لذوي الاحتياجات الخاصه، فابتدينا نعمل كلاسز وبنعمل كورسات لذوي الاحتياجات الخاصه ويقدروا يشتغلوا كمان في اي حته. طبعا شفنا الحاجات اللي يقدروا يعملوها ويبقوا اكسلنت فيها، فبنعمل ده دلوقتي. دلوقتي بقى في بروجكت جديد شغال عليه، مش هقوله بقى دلوقتي، بس فعلا هدفنا ليه علاقه بالفاونديشن قصدك؟ كله تحت الفاونديشن، تعليم كله ليه علاقه بالتعليم. هدفنا بجد نرتقي بمستوى التعليم. This is your full-time job now. هو والبودكاست. هنتكلم على البودكاست، هنرجع للبودكاست. كنت بتتكلمي على التكنولوجي ودورها، وان فعلا التكنولوجي بتلعب النهارده دور طبعا جامد في الفاونديشن عندكم. مرعب. طبعا. عايز اتكلم على شارك تانك. طبعا. على تجربه شارك تانك جايه دينا لو بروفايل، لسه الحياه كانت شكلها مختلف. اولا لما اقولك في شارك تانك رفضتي في الاول، ده انا عارفه كتير. ليه رفضت؟ وليه قبلتي بعد كده؟ ما كانتش بتاعتي. أنا طول عمري عايشة لوكي جدا زي ما أنت بتقول، ما حدش عارفني. حسيت إني مش محتاجة ده خالص. إحنا بنinvest برا شارك تانك، فكنت حاسة إنه في ناس كتير قوي رجال اعمال شايفه ليه بنبعد عن الاضواء والناس ما تعرفش. بالظبط. فاهم قصدي. وانا بنت كمان كست ما كنتش عارفه. وبعدين قلت الناس هتهاجم وتقول لك ايه بقى دي ورثه ومدلعه وست ليه؟ فاهم ايه اللي خلاكي توافقي وتروحي؟ بصراحه علاقتي بالبروديوسر، لانه هو صديق قديم من وقت حالا. هو كان سبلاير وانا في حالا لحالا، وهو محترم جدا. احمد الأقصر. طب أنا وقتها كنت ابتديت أفكر في البودكاست. ليه؟ لأن أنا كنت عديت باكتئاب جامد، وعديت بالدنيا يعني مطوحتنا يمين شمال يمين فوق راسنا. فحسيت إن أنا عندي حاجة. عارفة ما تحس إن أنا عندي حاجة عايزة أقولها. وحسيت إحنا بالذات ابتديناها وقتها للستات. حسيت انه ما فيش بلاتفورم واحد للستات في مصر يقدروا يخشوا ويحسوا انه في كوميونيتي وان احنا مش لوحدنا. وقلت بودكاست لاني ما كنتش عايزه ابقى مشهوره. وقتها كمان ما كانش برضو ما كانش زي دلوقتي. فقلت دي هتبقى بلاتفورم ملموم، واللي عايز يعرف المعلومه هيدور عليها ويلاقيني. انا على فكره ضيفه شرف، انا مش دايما على طول، بس عملوا صدى جامد جدا. لان انا دخلت وقتها في كذا حاجه، ودخلت في TPP ومش عارفه ايه، ودخلت انا واحمد طارق في الخناقه دي، فكانت اتوان فايرل. فنزلت بقى من بيتي مش هنسى، وما عرفتش اوصل الناس بتوقفك في الشارع والدنيا اتغيرت خالص. كنت ما كنتيش متخيله حجم ان ده هيحصل خالص. واللي حصل بقى انه هو قال لي بقى انا هساعدك في البودكاست. هي ظبطت كده، ودخلت واستثمرت في TPP وعملوا لي البودكاست. وبعدين اتعرفت في شارك تانك، فكأنه سلام دانك. عملنا 8 حلقات كلهم كانوا رانكينج نمبر 2 على الميدل ايست. مش كله جه في فتره، كله جه بس بجد ولا حاجه منهم كانت متوضبه. ما قصدتش ان انا اعمل شارك تانك عشان فرصه TPP فتخشي. بجد هي ما جاتش كده خالص. انا عملتها بيورلي خدمه لواحد صديق فعلا طلب خدمه. اللي حصل ده بقى ربنا. عايز اسال على شارك تانك نفسه، انت استفدتي او حاسه؟ لا استفدت ايه؟ انه انا دخلت في TPP وTPP عملنا مع بعض شغل حلو قوي. بحب جدا الفريق، بحب جدا الشركه. من الحلقات اللي مش هنساها حلقه TPP، وان محدش هيخش، انا اللي هخش، انا داخله لوحدي. فاهم؟ فدي حاجه. دخلت في كذا بروجكت تاني حباهم، زي شغلني. يعني دخلت في فتح مجالات دخلت في كذا حاجه حبيتهم، زي ممكن. دخلنا في ممكن. ايه رايك في لو عايز تتكلمي على ممكن الاول؟ ممكن برضو بلاتفورم يفرح بيعمل حاجه للستات، وانا بحب الستات، مهتمه بالستات. ايه رايك في الستارت اب سين واللي اتعلمتيه وشفتيه، الشركات اللي دخلتي فيها؟ يعني عايزك تقيمي التجربه كده، شايفاها ازاي؟ لا يعني انا في اللي انا دخلت فيهم جزء كبير مبسوطه، وفي حاجات تانية مش مبسوطة. ولما جه السيزن اللي بعده قلت لهم أنا هكون أصعب بكتير، وده حقيقي بان طبعا في سيزن 3 بكتير. ليه؟ أنا مش عايزة أثبت حاجة. أنا عاجبني المشروع ومقتنعة أن أنا هديله فاليو وهو هيديلي
هخش. كان بها. غير كده هي مش عمل خيري. عمل خيري يؤدي الجامع او كنيسه او مستشفى او ملجأ. هل كنت بتختاري على اساس ايه الناس اللي دخلتي معاهم؟ هل التكنولوجي لعبت دور؟ هل الفاوندرز كنت بتختاري على اساس انا إيه؟ هقول لك حاجه. في العادي لما باجي بختار، وكانوا سالوني باك ستيج، عندي 4 حاجات. عندي فريق العمل، اهم حاجه طبعا الناس الفاوندرز والناس اللي معاهم، فاهم؟ انه ما يكونش وان مان شو، انه يكون في فريق عمل جاد. 2 الفكره نفسها، ان انت دايما بتقول انك you either solve a problem، تكون بتحل مشكله، صح. او حاجه بقى بتاع عليها ديماند عالي، يعني يكون في ديماند على الفكره دي. 3 ارقامهم. 4 انه يكون في عامل تكنولوجي. مهم جدا النهارده، لانه النهارده تك بتخلي المالتيبلاير في حته تانية خالص. صح. شارك تانك مختلف. ليه؟ انا في شارك تانك ما ببصش للشركه اللي هتعمل لي يونيكورن، ببص لفكره تقدر تبقى سستينبل وتفتح بيوت وتعيش ناس وتساعد. ايه علاقتك انت بالتكنولوجي بيرسونلي وبتشات جي بي تي؟ بتسالي اسئله زي ايه مثلا، او بتعرفي منه حاجات زي ايه؟ لا سو راندوم، كل انواع الاسئله اللي ممكن تتخيلها. اصلا لعبه. ايوه كيوريوزيتي طبعا. فاهم؟ يعني اخش اقول له ممكن تحط لي استراتيجي عشان البودكاست اطلع من ناشونال ريجنال، فاهم قصدي ايه؟ من دينا غبور اللي لو بروفايل، اللي نزلت الشارع الناس بتوقفها وبتقول لها حلوه الشهره. حلو. فيها حلو ووحش. فيها حلو ووحش. ايه الحلو في الشهره؟ فيها حاجه حلوه، فيها ريكوجنيشن كده. ايه ده؟ طب انا بعمل حاجه صح. اوكي. بتخوفك ساعات، او بتحسي طب ده انا بقى عليا ريسبونسبيلتي، او انا المفروض لا كل كلمه محسوبه. ايه بقى عيوب الشهره؟ عيوب الشهرة بقى ما الشتايم بقى. ما أنا لما ببقى قاعدة في بيتي حرام صاحية من النوم في حالي، ألاقي مثلا واحد دخل يغبط أو يشتم أو يقول لك مثلا. في واحد لذيذ قوي كان كاتب إيه، هي إيه لازمتها في شارك تانك، عامل كومنت، فرديت عليه قلت له الديكور. حلو، برافو عليك. فاهم يعني؟ فاسمه إيه ده، بتلاقي حاجات من دي. وبعدين أنا جلدي مش سميك، أنا حساسة. فبتعلم دلوقتي وبشتغل على نفسي إن أنا أتخن جلدي. يعني ايه نوع الكومنتس اللي بتضايقك فعلا؟ انا بشوف مثلا كومنتس من نوع لحد ما يقولك انت البنت الغنيه المدلعه، انت فارقه معاكي مش عارف ايه مشاكلكم انتوا الناس الاغنياء، وانت حد عدى عليه ازمات كسرته، وعندك شفتي كتير وقليل. لما بتشوفي حاجه زي كده بتحسي بايه؟ بيصعبوا عليا. بيصعبوا عليا لان فعلا مش فاهمين حاجه. كومنت جريء. لا يعني لازم اقول لك كده. لما واحد، يعني انا بقول لك فعلا احنا فقدنا حاجات. لما تلاقي عيلتك كلها راحت، وحد من عيالك عيان طبعا، وحد تاني عنده مشاكل وبتاع، ومشاكل في الصحه، واخوك عامل حادثه وكان هيتشل شلل رباعي، وعايشين في مستشفيات وبتاع، وتلاقي واحد داخل يقول لك انتوا اغنياء وانتوا لازم نبقى طيبين مع بعض. كلنا كده في الاودينس ده كله. انا ما اعرفش مين ماشي شايل ايه على كتفه، مين عنده مشاكل عامله ازاي. كله مخبي، وكله عنده بلاوي. كله عنده بلاوي طبعا. وناس عندها بلاوي اكتر من ناس، ومخبيه وماشيه واستحاله تعرف وبتهزر. بس ده الحمد لله. انا لازم اقول برضو الناس طيبه معايا. وتشالنج انك عايزه تثبتي نفسك انت النهارده، ده هياخدني لايه نوع التشالنجز اللي بتقابلها الست اللي انت حاسه باللي انت بتعمليها هيبقى ليه دور فيه؟ تشالنجز ان احنا نثبت روحنا كستات طبعا. تشالنجز ان احنا نعرف نبالانس بين امومتنا وحياتنا واولادنا. صعبه جدا طبعا، جدا جدا، عشان تقدر تبقى ام كويسه وابقى بشتغل وبدي وكده. لا، في تشالنجز كتير. وانا كان عندي بيرسونال تشالنج كمان مختلفه. ان انا عشت طول حياتي في الشادو بتاع علا ورؤوف. لان انا مثلا لما امي ماتت في العزا، كله بيقول لي انتي لازم تكملي ما انا مش كويسه زيها. انا مش هي. انت فاهم قصدي ايه؟ انا ما طولش ابقى هي، بس انا مش هي. وهو نفس الحكايه، رجل اعمال مرعب من اقوى رجال اعمال اللي شافتها مصر، ما انا مش هو.
فانا دايما كنت في القالب بتاعها بنت رؤوف بنت علا، فكنت بحاول الاقي صوتي كدينا. حاسه انك هتقدري تلعبي هذا الدور ويبقى عندك صوت بيعمل امباكت؟ لقيته. لقيته. ايه نوع التوبكس؟ عايزه تتكلمي في ايه؟ عايزه تقولي ايه عن الست؟ عايزه ايه الفرق اللي عايزه تعمليه؟ ايه الصوت اللي عايزه توصليه كل للناس؟ حاجه الست بتعدي بيها. احنا الست من يوم ما بتتولد وانت عندك سنه وسنتين بيجيب لك عروسه، انت كونديشند، انت تهيأت. بيجي لك مطبخ ويجي لك عروسه، انا تهيأت ابقى ام وست بيت. تكبر شويه تخش في سن البيوبرتي، تلاقي جسمها اتغير وهي طفله، وده مش سهل على الست ومحدش بيتكلم فيه. كل الحاجات دي تابوز ما بنتكلمش فيها. تكبر شويه وتلاقي البيولوجيكال كلوك بتاعتها والكارير كلوك ماشيين عكس بعض. ما انا لازم في السن ده اتجوز واخلف وابقى عندي عيال في نفس السن اللي انا لازم ابني فيه كاريري. حياتي وكاريري. فماشيين عكس بعض. وبعدين لو اتجوزت وخلفت وما اشتغلتش بنتقد، ولو اشتغلت وما اتجوزتش بنتقد. فالست ولو ام وبشتغل بنتقد. فالست بتعدي بحاجات كتير. ايه التغيير اللي عايزه تحققيه؟ فعلا جزء كبير من الامباكت اللي بحاول اعمله، واحد ان احنا ننسباير، فاحنا عايزين نكمل في ده. واحد. 2 بجد لازم نتعلم نبقى طيبين مع بعض. لازم يحصل awareness، لازم يحصل وعي. فلو انا حاسه او قدرت ان انا اغير شويه من ده، انا كده بالنسبه لي. عايز انهي بحته النهارده بعد كل اللي وصلتي له وبعد اللي لسه هتوصلي له لسه هتعمليه، لو كانوا النهارده علا ورؤوف غبور موجودين، كانوا هيبقوا شايفينك ازاي؟ او كانوا هيبقى رايهم ايه؟ او you filled the legacy. how do you see الحته دي او شايفاها ازاي لو كانوا النهارده موجودين؟ النهارده الصبح كنت بكلم صديق ليا وقاعد، فبيقول لي انتي خايفه ليه؟ انا مش متعود على دينا اللي بتخاف. فقلت له عارف ليه؟ فقال لي ليه؟ قلت له عشان كل خطوه بقول هخليهم فخورين ولا لا. فردا I hope، اتمنى ان هم يكونوا فخورين، بس ردا برضو انا حاسه اني لسه ما عملتش حاجه. يعني انا دايما عندي الاحساس ده، مهما عملت دايما عندي احساس انا بسخن. احنا بنبتدي، احنا نقدر نعمل اكتر. نفسك تعملي ايه لما هتبصي كمان 20 سنه والليجاسي اللي انت بيرسونلي هتسيبيها كدينا غبور؟ نفسك تبقي عملتي ايه؟ ساعدت ان الست دي غيرت في حياه ناس يعني بطريقه ايجابيه. اتمنى. نفسك تسيبي ايه لبناتك؟ نفسك تعلميهم ايه من اللي اهلك علمهولك عشان يعيشوا بيه طول حياتهم زي ما انت عامله كده؟ الانسانيه. امي طلعت في انترفيو واحد في حياتها مع خيري رمضان، وقالت فيه الانسانيه هي اللي بتجمعنا وهي اللي بتفرقنا. وبجد لو في حاجه عايزه اعلمها لاولادي هي دي، يبقى عندهم انسانيه. بس كده. شكرا. ميرسي دي. ثانك يو. ميرسي. استمتعت جدا. ثانك يو فيري ماتش. ميرسي. ثانك يو. عايزين نتكلم مع حد من المتسابقين اللي دخل معاهم الشارك كبر البيزنس، وعايزين نشوف بعد سنه ايه اللي حصل. هنتكلم دلوقتي مع اسلام عادل، السي او بتاع تي بي بي. اسلام اتفضل. في مشجعين ومعجبين كتير. اتفضل. ايه الاخبار؟ كله تمام. ايه الاخبار انت؟ الحمد لله. ناس كتير شافتك من اللي بتتفرج على شارك تانك السنه اللي فاتت، وشافت خناقه دينا غبور وهي عايزه تخش معاكم في تي بي بي، فالناس عايزه تعرف وصلتوا لفين والرحله وصلت لايه. فهنسالك شويه اسئله ونعرف ايه اللي حصل. في الاول thank you so much for having me، يعني Thank it was you. a great honor and privilege، ومبسوط ان انا معاكم هنا النهارده، ويا رب اعرف اجاوب على اسئلتك كلها. لا هتجاوب على اسئله كلها لا تقلق. احنا النهارده في عصر الكونتنت، وكل الناس اللي قاعده وكل الناس في مصر وفي العالم بتتفرج على بودكاست، واكتر واهم واكتر وسيله كونتنت ليها تاثير في مصر وفي العالم هي البودكاست. ده ما كانش الحال من 3 سنين لما انت ابتديت تي بي بي سنه 2022. ايه اللي خلى مهندس بترول ملوش اي علاقه بالموضوع يسيب شغله ويسيب كل حاجه ويبتدي شركه بودكاست في 2022؟ اوكي، عندك وقت؟
يعني انا الموضوع ابتدى ان انا اتعرفت الاول على مجال البودكاست ده وانا في الشغل. اصلا انا كنت زي ما انت قلت يعني مهندس بترول، وكنت دايما ببقى مسافر. مفيش حياه، مفيش اي حاجه خالص، انت والبريم خالص يعني خالص. فطبعا انت مع نفسك وشغلك وهكذا. فانا ساعتها يعني بالصدفه كان I think that was 2014 كان 14 مديري ساعتها بعت لي اللي هو يعني what we now know is a podcast اسمه سيريال، اللي هو يعني one of the biggest podcasts، او اللي هو عمل الويف الاساسيه يعني، هو based on a true story. و I remember انه ساعتها كان لسه بدري قوي على الميديوم، انه ما كانتش حتى باعت لي لينك مثلا للابيسود في بودكاست اب. سمعته وابتديت اتعلق بالميديوم لان هو سهل، يعني بتقدر تنجوي كونتنت لذيذ وانت بتتحرك بالذات. فابتديت اتعود عليه اكتر، بقى هو اكشلي اكتر حاجه بتسليك او بتدي لك اكتر حاجه بسبند فيها وقت majority of the time انا بره. وطول ما انا بره معظم الوقت يعني لو مش بشتغل انا بسمع بودكاست. بعد فتره جمعت انه انا بسمع انجلش بس تقريبا، يعني almost يعني تقريبا. فده اللي انا كنت ساعتها بدور عليه، يعني obviously محتاجين كونتنت عربي، محتوى عربي كويس، ويكون بيخاطب فئات مختلفه واذواق مختلفه. فمن هنا جات لك فكره ان طب ما نعمل كونتنت بالعربي. بالظبط. اوكي بالظبط. ده كنت لسه يعني ساعتها في الشغل. طبعا كنت اتمنى ان انا اقول لك ان انا كنت شجاع بقى قوي ان انا اول ما تجيلي الفكره اسيب، بس ده يعني خد شويه وقت. up until 2020 بالظبط حصلت الكورونا، ودي حاجه من الحاجات اللي خلتني احس بصراحه انه احيانا اسمع يعني اللي الدنيا بتقوله لك، يعني انه ممكن تاخد تديك هنت كده بعدين تديك زقه مثلا، فاهم اللي هو لا يعني اعملها. اعتقد لو كنت استنيت شويه كمان كان ممكن يبقى الريمايندر اقوى شويه او كده. بس يعني I jumped on the opportunity of ان الكورونا كانت الدنيا نايمه يعني قوي وساكته. and it was a great opportunity for podcast to rise، لان الناس اصلا قاعده بتكونسوم بس. صح. بس ما كانش برضو لسه في مصر او في الوطن العربي. لا ده كان في ناس بس قليل جدا، قليل قوي. يعني تخيل برضو اجان فلاش فورورد النهارده يا بسيوني، انه احنا دلوقتي الميديوم لسه بدري قوي، احنا محتاجين شركات كتير وبرامج كتير قوي. تخيل ساعتها بقى كان even less يعني. هنوصل للحته دي ان انت لسه شايف ده النهارده، هرجع لك بس في الاخر مليون %. بس يعني بديك حاجات كده قدام. ايوه. فسبت الشغل وما ابتديناش طبعا از كومباني يعني خالص. كان الاول بس سبت الشغل قبل ما تبتدي حاجه. سبت الشغل. ما اشتغلتش في الاثنين في نفس الوقت. سبت الشغل البترول ساعتها من الكوفيد. فبدأنا حاجة يعني مضحكة جدا بصراحة، بس يعني حاجة يعني very primitive اللي عملناها يعني. بس I'm happy with it طبعا. كنت ساعتها أنا وصديقي كريم كنا we were housemates at the time، كنا عايشين في نفس البيت. وكان عندنا واحد ثالث اسمه إريك، احنا كنا 3 وبيت كبير. فقررنا ان احنا هنستولي على جزء كبير من زي ريسبشن كده يعني اريا، ونخترع الياني استوديو. يعني طبعا انا كسف دلوقتي ان اقول عليه استوديو، بس تمام يعني proud of how we started. بس هو الموضوع كان مضحك لانه كل حاجه ابتدت بدائيه قوي. وكان مثلا our third roommate عايز يولع مثلا الميكروويف عادي بيعمل اكل، فما ينفعش بقى ونقعد نصوت ونعمل حاجات كده. وناس كتير الصراحه تعبت معانا جامد في الموضوع ده. و actually a lot of the people that started with us at the time معانا لحد دلوقتي يعني. فخور بده. بس بداتوا ازاي؟ جبتوا فلوس منين؟ قلتوا هتنتجوا وتنزلوا يعني؟ لا احنا قررنا من الاول خالص ان احنا هنبوت ستراب. يعني انا كان عندي تحويشه كده بس بستعملها. ومع الوقت بقى لو هنكمل القصه يعني هقول لك انه في الوقت بقى كنت باخد يا اما كونسلتيشن جوبز او فريلانسرز اب انتل بقى الوقت اللي قلت لا خلاص كده دون كان 22 بس. فابتدينا الاول ببرنامج واحد يعني ان اور مايند يعني. ساعتها كان انه انا عارف ان ده المفروض يكون قدام بيزنس، اتوقع ده او استشف ذلك. وكنت كتير قوي بربطها. كنت شايف ايه يعني؟ هقول لك. انا كنت كتير قوي كنت بربطها بال في او دي وورلد يعني الستريمينج. انه طب ده حصل في الفيديو، في حاجه شبهها كده هتحصل في الاوديو، عشان بره هم سابقين قوي في الميديا قوي. واكشلي احنا نتفليكس دخل في مصر اي بليف اخر 2016. احنا ما بقالناش كتير قوي متعودين على الستريمينج، بس انت من كتر ما بقى جزء اساسي من الدي ان ايه عندك انت مش فاكر اصلا الوقت اللي كان قبل الستريمينج ده. فانا ساعتها شويه كنت رابطها بده. كنت حاسس انه اوكي نفس الكلام هيحصل، فهيبقى في محتوى شورت فورم اكتر، الناس هتبقى عايزاه اون ذا جو، والديماند ده لسه مكمل، انا لسه شايفه ماشي يعني. فكان ساعتها الايديا از انه طب يلا احنا هنعمل شو واحد، والشو ده هنبقى بنعمل فيه ابيسودز مختلفه قوي، الضيوف اللي بنجيبهم مختلفين عن بعض، الكاتيجوري بتاع كل او الجانر بتاع كل ابيسود وطريقه الحوار مين اللي كان بيقدم البودكاست ده؟ انا وكريم. انتوا شخصيا. وكنا وحشين جدا سيئين حاجه يعني مضحكه، يعني حاجه مضحكه جدا بصراحه. لما بتشوف بقى ده دلوقتي لا وانا كنت ساعتها من غير ما اشوف دلوقتي كنت ساعتها سايق برضه يعني. بس وي هاد تو دو وات وي هاد تو دو عشان نمشي الدنيا. ايه اللي خلاك تكمل؟ ايه اللي حسيت لا الموضوع اللي بعمله ده صح؟ البيزنس موديل مشي ازاي؟ I think the picture becomes clearer والبلان اللي بتبقى في مخك لما تتحقق بتشجعك اكتر، فبتديك بنزين اكتر يعني. I think resilience is اهم حاجه بجد. up until Shark Tank انا
اوت اوف 10 conversations كنت هقول يعني ايه بودكاست بجد، مش مبالغه. 9 من 10 conversations هعملها مع حد. وانا كنت بعمل conversations كتير قوي يعني. انا I was all the time out there بحاول اجيب اي ميتنج، بحاول اروح اي presentation، بحاول اقول اي ميت اب عشان فيعني وتقعد مع ماركتيرز يقولوا لك اللي انت بتقوله ده يعني ايه بودكاست. a lot of disappointments, a lot of اللي هو يعني طب ان شاء الله. التيم اللي كانوا معاك الناس البليفرز، لان انا عارف ان حد منهم عايز اتكلم على نهله شويه. اوكي الله نهله الله نهله تبقى she's the managing director. She's the managing director and you're the CEO. الحمد لله كبر يعني انا طبعا برضه كنت اتخيل هي نهله للناس اللي مش عارفه، نهله تبقى مرات اسلام. ايوه وهم بداوا مع بعض يشتغلوا مع بعض بتشتغل one of the team، والعلاقه تطورت وحصل اللي حصل يعني هقول لك عن نهله بالذات. اللي حصل انه بس هقول لك الاول كنت بقول لك ليه التعليق بتاع انا مش مصدق لانه الحمد لله we grew a lot. وطبعا هنخش ديتيلز اكتر يعني in this year enough انه احنا فعلا بقينا محتاجين CEO and managing director. وانا ونهله تقريبا ما بنشوفش بعض في الشغل almost يعني. نرجع بقى ليه اتقابلنا اللي حصل ايه. لا يعني we started going out عادي وهي دماغها creative قوي، she's a designer وابتدت تساعدني. فانا وكريم بقى قلنا لها لا you have to be on board يعني. قعدنا كتير قوي هي كانت قلقانه علينا جامد. قعدنا كتير قوي بس طبعا استغليت بقى ان انا اصلا فاهم ايه عندي personal ليه عندها كريدت. فبس and the rest is history يعني. عايزين نبقى نسال نهله على فكره ان انت وهي وجوزها بيشتغلوا مع بعض والخناقات بتروح للبيت ولا لا، بس ممكن اسالك انت ونهله قاعده قولي رايك في الموضوع ده. It's not positive. خلينا نبتدي it's not positive. It's very difficult and it's very critical. يعني انت لازم تعمل مجهود conscious قوي انك تعمل مجهود، بس لو عملت مجهود صح وهو هيبقى كتير قوي قوي طول الوقت هتبقى نت بوزيتيف يعني. maybe equally best مثلا لو بتشتغل مع مامتك في السبورت مثلا حاجه كده. فهي فكره تقسيم الادوار وان يبقى كل حد عنده دور منفصل واكاونتبيلتي في حته معينه، دي بتريح قوي برضه. يس. ومعظم الناس بتقول ان one of the gauges للشركه ناجحه ازاي وبتجرو هيلثي ازاي انه لازم يكون في independent owners. يعني مش بالضروره كذا حد بيعمل نفس الحاجه، بالعكس اوتونومي، ومش لازم اعرف منك كل يوم ايه اللي بيحصل، ومش عايز لازم مايكرو مانج يو اور يو مايكرو مانج مي. نتقابل في الوقت اللي هنتقابل فيه في التشيك انز او في الوان اون وانز او كده. فمحتاج independent owners، محتاج الرولز تبقى متوضحه قوي. يعني انا I get my friends who are more senior than me to come and audit me regularly. كل حد يبص على حاجه بطريقه يعني. فحاجه من الحاجات اللي دايما بيحصل انه common denominator ايه الميتنج اللي انت you're not having مثلا، هتلاقي هي دي الحاجه اللي واقعه عندك في الريزلتس او في السيزون كده. ايه الديبارتمنت اللي ملهاش حد هو اللي شايلها لوحده، هتلاقي هي دي اللي فيها وقعات يعني، حتى لو مسنوده بحاجات ثانيه. أيوة. فده عامه البيزنس I believe is مهم قوي، especially بقى كمان زود عليه لما يكون طبعا في personal relationship. we do a lot of يعني effort intentionally ان احنا يبقى وقتنا محسوب صح، يبقى في وقت مثلا معين في البيت ما بنتكلمش فيه في الشغل، او لو حد محتاج لازم يعمل حاجه ضروري لازم يا اما يسال عشان هنبقى في نفس المكان، يا اما يبعد كده، او وان مشاكل الشغل ما تروحش البيت. ده اهم حاجه. بالظبط. احنا بنتكلم يا نهله في الموضوع ده بعد كده انا وانت. هنا في بيوند تانك بنتكلم على اول $1,000,000 جنيه. فعايز اتكلم على مرحله قبل شارك تانك على طول، وبعد كده هنخش في شارك تانك. امتى عملتوا اول $1,000,000 جنيه؟ اوكي. ما كانش في اي سيلز في 22. احنا ابتدينا الشركه فبراير 22. احنا هنبقى 3 سنين الشهر الجاي. فقعدتوا سنه بحالها ما بتدخلوش فلوس. احنا عمالين انفست عشان نعرف اصلا يعني ايه اسجل والكواليتي تطلع حلوه وايه اللي بيعجب الاودينس. يعني when we started and I still have screenshots لما كان عندنا 15 فولورز وحاجات كده فاهم. واجان ساعتها كتير قوي كان لسه بنعرف يعني ايه اصلا بودكاست. فقعدنا 22 كلها ما كانش في اي سيلز خالص. ابتدينا عملنا سيلز في 23. بارت اوف ات برضو كان ان انا I don't want to start marketing my services غير لما اكون فعلا قد اللي انا قوي enough وموجود لازم enough. لانه يعني sometimes الغلطه بجول مش هتعرف، ممكن تباك فاير، ممكن تعمل ستيب ترجع تقول يا ريتني ما كنت. يعني حتى دايما بتكلم مع التيم عندي انه انا بروح وببيتش بقلب مثلا تو كلاينتس عشان حاجات كده بروجكتس وهكذا، عشان مطمن انه في ظهري تيم هي بس انا مش مطمن. I'd rather not pitch يعني I'd rather not pitch and win market share وبعدين في الاخر اخسره عشان لا ما اعملش power of saying no. بالظبط. ففي 23 دخل لكم فلوس. في 23 دخل لنا فلوس. انا فاكر اول حاجه عملناها حد جاء كان عايزنا نعمل له نعلمها كانت ازاي تسجل بودكاست ابيسود. طب عايزه تعمل انترفيو مع حد، طبعا انا اتكلم في الكونتنت شويه مش عارف ايه. طب خلاص انا هسجل في الاستوديو بتاعكم اللي هو يعني عند الكنبه. وجت فعلا انا فاكر اي ريمبر ان هي كانت المفروض ساعتها هتحول لنا 200 جنيه على ما كانش فيه اصلا انستا باي، كانت هحولها من البنك للبنك التاني يعني ما كانش فيه الاب. وبعدين اتاخرت عليا ما بعتهاش، وانا قعدت افكر طب انا المفروض اسالها على 200 جنيه ولا انا يعني فعلا ات واز ذات. وبعدين بقى كان ديبيت كبير قوي مثلا ما بيني وبين كريم، طب هنعمل ايه؟ طب ما هي 200 ما احنا لازم نعمل ال 200 عشان خاطر نعمل فاهم. اي ريمبر ذات فيري ويل. بعدين الحمد لله يعني بقينا بنعمل اكتر شويه من 200 بس دفعت ال 200 جنيه المهم دفعت بس خدت لنا شويه وقت كده على بال ما وصلنا شارك تانك. يعني 200 دي يعني اي نو اتس كليشيه ميبي تو سي، بس هو انت لازم تعمل الجوب اللي هتجيب لك قليل او ميبي مش هتاخد اصلا فلوس عشان تعرف تكمل في البدايه. بعد كده هيجي لك الجوب and then once بقى ان انت خلاص فعلا بتدي السيرفيس اللي هي لا انا يعني
almost مش بجيف ان لاي بارجن من هذا النوع غير لو it's justified and justified by numbers يعني في فوليوم عشان خاطر في قدام او في بارتنرشيب معينه تستاهل انه الريتنشن وهكذا. انما خلاص once you know your value I believe انت مش المفروض تعمل اي حاجه من غير مقابل. هل كان المليون جنيه مايلستون او ايه اول مايلستون عديت بيه كفلوس وحسيت ان احنا في فاليديشن معين حصل؟ في 2023 كنا عملنا I think 1.4 او 1.5 في 23 في سنه 23 وده اللي احنا وي بيتش بيه على شارك تانك. جالنا كلاينت من بره من دبي وعايزه تعمل بودكاست يعني one of our I think maybe actually our first client. وده كان بقى ساعتها شفنا رقم ما شفناهوش قبل كده بقى اللي هو فاهم يعني مش 200 جنيه فكان رقم ألذ بكتير. فده بعدين هي one of the guests that came to be one of the episodes يعني وكان لسه بودكاست واحد؟ لا ده كان سيرفيسز. احنا كان عندنا بقى our own shows. اوكي خلي بالك احنا كنتوا عملتوا خلاص شوز كتير ليكوا وبتعملوا ما هو انا هقول لك ليه احنا ما قلناش. احنا بنقسمها عندنا زي اوريجينال برودكشنز يعني our own IPs وسيرفيسز. احنا الاول كان عندنا شو واحد بعد كده بقوا 2 3 بقى كل دي حاجتنا لسه we didn't monetize ان احنا نبيع يعني الحمد لله انا we are بس كان ساعتها لسه بنبيع الحاجه بتاعتها. فكان لازم نعمل البراند سيرفيسز دي عشان اقدر اخد فلوس واصرف على الاي بيز اللي انا عايز اعملها واقدر اصرف برضو على البراند سيرفيسز دي بطريقه كويسه وابقى اقدم للكلاينتس حاجه كويسه. فلا يعني قعدنا نزود كل شويه في الشوز بتاعتنا اللي احنا بنعملها بس على الجنب كان لازم نكيب ذا لايتس اون. ايه اللي خلاكم تروحوا شارك تانك؟ والله انا كنت اكشلي ريلكتنت جدا. يعني انا عندي واحد صديق عزيز عليا حسين هلال القي له السلام والتحيه. هو يعني كان on one of the early episodes of one of the early shows maybe the first one وهو يعني supportive قوي يعني لينا كان بيحب اللي احنا بنعمله كده وقال لي طب ما تقدم على شارك تانك جرب مش عارف ايه. فقلت له مش حاسس يعني مش عارف. كنت خايف من ايه؟ ما كنتش خايف بس انا ساعتها كنت busy I was busy getting ready to fundraise وبتكلم بقى مع investors بطريقه طبيعيه يعني يا اما بس يعني كنت بتدور على investors. كنت هبتدي فجربت حظك لا مش بس جربت. هو البروسيس يعني it's quite intense يعني احنا I think I remember احنا قدمنا اول مره خالص كان في ماي اول مكالمه وبعدين احنا في الاخر we pitched in December. ايه الاكسبكتيشنز في الاخر خلاص وانت داخل وخلاص هنخش شارك تانك؟ كنت متوقع ايه؟ كنت حاسس انك هتمشي بديل عامل ازاي؟ honestly كنت قلقان يعني كنت I really believe in what we're doing بس I know at the time honestly the market wasn't ready يعني او الناس لسه مش عارفه يعني لانه وفي حاجات كتير قوي مش في ايديك يعني وانت بتبيلد بزنس في حاجات في ايديك طبعا وفي حاجات مش في ايديك منها التايمينج. you can start too early the market's not ready or too late خلاص it's saturated. بس كنت متخيل ان في حد معين من الشاركس هيخش معاك يعني إيه لا I honestly had zero expectations. انا خالص ولا حاجه صفر. انا فعلا I had zero expectations واللي خلاني فعلا اجو يعني I believe في الاخر دينا بينت من بدري قوي انه في حاجه وان هي عايزانا بس definitely the right choice and definitely السبب كان انه لا هي she really wants us لا يلا I feel good about that and الحمد لله it proved really right يعني الحمد لله. عايز اتكلم بقى النهارده بعد سنه تقريبا من دخول دينا TPP قبل شارك تانك وقبل دخول دينا وTPP بعد شارك تانك ودخول دينا. عايزك تكلمني على السنه دي كبرتوا قد ايه اللي حصل انتوا النهارده فين؟ احكي لي كده السنه دي مشيت ازاي؟ بجد الحمد لله يعني all expectations we grew يعني we grew 30x top line revenue. we grew من كنا I think ساعتها 6 لما ادينا شارك تانك او 7 employees دلوقتي احنا 36. عندكم كام برنامج النهارده؟ I think over 22 shows بتاعتنا غير الحاجات اللي بنعملها يعني proud to do it with our partners يعني كبرنا revenue streams بتاعتنا we diversified it and we have established ان هم يبقوا more clear لينا احنا بنطلع فلوس منين وازاي وايه الفرق ما بين كل revenue stream فيهم whether بقى it's ان احنا بنعمل بنمونيتايز الكونتنت اللي احنا we own او ان احنا بنعمل services نعمل experiential events او حاجات كده بلس بقى عندنا subscribers يعني خلاص عرفنا الريفينيو ستريمز عندنا 5 كور و2 واضحه وصريحه والاودينس بقى بتاعنا كبر الحمد لله يعني دلوقتي بعدي المليون ليسن ا مانث. ارقامنا طبعا على الفيديو برضو ابتدت تبقى اعلى بكتير الحمد لله شغالين. هل النهارده تقدر تقول ان انت اشطر واحد بيعمل بودكاست في مصر؟ يس الحمد لله ايه اللي بيميز TPP او شغل TPP من وجهة نظرك؟ I think في حته كده في البراند نفسها يعني احنا خدنا براند ايكوتي حلو قوي لان احنا I think people believe in our story we really enjoy what we're doing and we believe in what we're doing وبناخد الحاجه على قلبنا قوي يعني كلنا حماقيين يعني وبنتضايق ولازم الحاجه تطلع يعني مظبوطه قوي perfect as possible. علاقتنا بالكونتنت كريتورز اللي احنا بنتعامل معاهم او ذا هوست او كده again بجد مش اي كلام بس we really treat them as one of the team. انا مش بتعامل ان هو هوست وانا جايبه يعني انا كلاينت او كده لا هو احنا تيم واحد وبنشمر وبنشتغل and I think this does show through the screen يعني. طبعا ايه مواصفات البودكاست الناجح من وجهة نظرك؟ الكوميونتي اللي بتسمعه ومقتنعه بيه يعني في الاخر
ايا كان ايه الجونر اللي انت عامله، بس لو في 100,000 واحد بيستنوا الحلقه دي عشان يسمعوها او يتفرجوا عليها every week then definitely you're doing something right. طبعا. والحمد لله يعني عندنا كذا حاجه بتعمل كده. ايه البودكاست الاقرب لقلبك انت شخصيا في كل البرامج اللي عندك؟ يعني بحب بودكاست اسمه هو في يا جماعه ده ترو كرايم بودكاست، لانه معمول ابتديته انا اور ثيرد كو فاوندر مروه فروم سكراتش، والحمد لله الشو ده بالذات بقى له دلوقتي 17 مانث ما اتحركش مع نمبر 1 على الشارتس الحمد لله. فعلا ما شاء الله. الحمد لله. حلو قوي. عايز اتكلم على التكنولوجي برضو بيكوز اوف فودافون بزنس واهتمامها بالتكنولوجي اند ذا ديجيتال ترانسفورميشن اللي حاصله، وانت بتتكلم على حاجه تكنولوجي انت اصلا على ديجيتال بلاتفورمز، الالجوريثمز، الداتا، كل حاجه. صح. فايه الدور اللي التكنولوجي بتلعبه بتسيرف انك تعمل فيورشيب احسن، نتائج احسن، تطلع كواليتي احسن؟ ده بيحصل ازاي كتكنولوجي معاك في شغل؟ I would recommend يعني ان كل شركه لازم يكون فيها حد مسؤول عن هذا الموضوع. احنا عندنا جينيس في الشركه اسمه سليم، هو بيسنه هو بيحب الاي اي والحاجات دي. هو we have to have a plan لقدام. فاحنا ابتدينا مثلا بانه طيب ايه السيستمز اللي عندنا اوريدي موجوده، ايه اللي احنا بنعمله عشان نقدر نبروديوس حلقه. يعني مثلا last month I think we produced 39 episodes فده above يعني market average للجونرز مختلفه، حلقات and long form يعني ساعه فما اكتر. عشان تعرف تimprove ده لازم تميجر صح. فلو بنعملها كده مانيوال ايه اللي بيحصل؟ طب ايه التك تولز الموجوده دلوقتي اللي ممكن نعملها؟ يعني مثلا سوفت وير اديتنج، سوفت وير ممكن يسرع لنا هذا الموضوع. طب هل في اي بوتل نيك في السايكل جوه الشركه نفسها؟ فعندنا مثلا نوشن اي اي ده project management and task enablement and allocation software، فأي حد يقدر من أي حتة يخش يشوف الحلقة واقفة فين ويتاج الحد التاني فيعرف، ما يبقاش فيه بقى أصلا مستني أروح أقول لكذا إنه يقول كذا. and regularly ودي حاجات عندكم أنتوا بس ولا ده العادي؟ ده أي حد يقدر يعمل ده، بس I think في الآخر اللي هيسبق واللي هيكسب هو قد إيه الموضوع مش بس عنده، لا هو قد إيه الشركة فعلا تقدر تقوم على هذا الموضوع. يعني إنه I think of it as a redundant system actually. زي مثلا عندك في الكهرباء في primary و secondary، لازم عشان لو حصل outage ولا كده ان انت عندك تيم human resources موجود بيعمل لك الحاجه. بس طب لو التيم ده حد وقع منه، ايه اللي موجود ان هو يقدر لازم يبقى بديل موجود يسد مكانه as a redundant system. الاي اي النهارده دخل في الكرييتيف بروسيس كمان قوي. فده رايك دي حاجه كويسه ولا وحشه in the creativity field؟ الاثنين. انا بستعمل الاي اي كتير قوي يعني قوي ومسميه وعامل له يعني فاهم بيرسونا وهكذا وعشان اسهل على نفسي طريقه النقاش. بس انا بعمل حاجتين يعني بحدد قوي انا بعمل ايه. انا عمري ما بخليه يعمل لي الحاجه. انا مثلا عايز اريسيرش حاجه معينه فعايز اعرف معلومات عنها، باخدها واقعد انا بقى كمبيوت. دايما اي برومبت ببعته انا عمري باخد حاجه زي ما هي ايفر يعني بقعد اخد ودي عشان افهم هو واقع فين او ايه اللي انا محتاج تحط الانبوت عليها اللي يطلعها لك بالشكل اللي انت عايزه في الاخر. بالظبط. بس زي ما انت قلت في الكريتيف اندستري يعني دلوقتي ففي ناس اللي هي بتعتمد عليه اعتماد اللي هو كلي ده طبعا لا غلط. وفي الاخر برضو هي هو ده الفن بتاع شغلنا اصلا، انت بتعمل حاجه طبعا. فكره كرييتيف انا I would like ان انا اكم اب بيها يعني. واتس ذا نيكست ليفل ان تكنولوجي في الفيلد اوف بزنس بتاعك؟ ايه اللي هيحصل بعد كده هيودي الاندستري دي او اللي انت بتعمله في حته ثانيه؟ توفير زي ما كنت بقول لك المان اورز. دلوقتي مثلا شايفين سوفت وير زي سورا ده بيعمل فيديوز يعني توب نوتش كواليتي ولا حاجه بس وهيفضل يطور هيبقى اقوى من اي حد بس بقوه البرومبتس او الكوماندز اللي انت بتديها له. فايتس ايزي تو امبروف ان سوفت وير. بس انت في الاخر كبني ادم ليك ليميت هتقعد تبقى تتسرع قد ايه وتطلع لي فيديو في قد ايه. مفيش حاجه يعني احنا بنعمل عندنا شويه اكسبيرمنتس ممكن ندبل حاجه تطلع ل 12 other languages in less than a minute والفيديو ليب سينك 99.9% accuracy. بره دلوقتي وصلوا لانه انا ممكن اخد اليوتيوب بيج بتاعتك واحولها زي ما هي كده into other languages ب 100% accuracy lip sync لكل الفيديوهات والكونتنت واعمل لك الماركتنج استراتيجي بتاعتها كمان فتعرف تمونتايز احسن وتيس احسن وهكذا. ف I think the best thing to do would be يعني دايما يقول لك مش انه بقى الاي اي هيستولي على العالم بس الناس اللي بتعرف تستعمل هذه التولز هم اللي هيبقوا شطار اكتر من الباقيين يعني because it's very important. عايز اسال على البودكاست. انت كنت بتقول من شويه لسه في مجال لحاجات كتير تحصل. صح. النهارده كل حد عايز يعمل بودكاست. yes. انت شايف ان لسه في مجال لحاجات تانية بتبقى بتحصل؟ هل هيبقى موضة وهينتهي؟ how do you see الحتة دي؟ obviously I'm biased فهقول لك لا هو مش موضة بس I believe ان انا ده مش اراء يعني او مشاعر هي based on numbers. growth rate رهيب يعني انت بتتكلم دلوقتي في 290 billion USD opportunity in 3 to 4 years. الموضوع رقم مرعب. وبص على مثلا الحد اللي سابق قوي زي امريكا اللي ابتدوا في 2004
50% دلوقتي من الناس اللي بتكونسوم اصلا اي حاجه ككونتنت على الانترنت بيسمعوا من 5 to 7 hours of podcast a week. يعني ده رقم مهول يعني من 5 7 ساعات. تيجي تبص هنا عندنا في الريجن اللي بيعتبر اكتف ده بيسمع من ساعه لساعتين. ففي جاب كبير قوي لسه it will be filled especially ان احنا عندنا الاودينس يعني البيهيفير بتاعه في مصر وفي الريجن بيبقى فيه هاي بارير تو انتري في الاول بس بعد كده فيري ستيكي فيري لويال يعني بياخدوا الحاجه. اجين اكزامبل مثلا الفي او ديز في الاول انت ما كانش عندك اصلا دلوقتي انت عندك 4 5 ميبي 6 كمان يعني انا عندي 7 اي ثينك مثلا فده خلاص شكل فهو ده اللي رايح لانه كمان فكره هو البودكاست هو ايه في الاخر يعني هو اون ديماند انت بتختار انت عايز تسمع ايه امتى عايز تتفرج على ايه امتى وهكذا وكل حاجه رايحه توردز ان انا عايز ابقى بعمل حاجه بمزاجي في الوقت اللي انا عايزه وميبي كمان يبقى لذ لو بعمل حاجه تانية صح. فلو انا سايق بتمرن بطبخ وكمان بالذات الاجيال اللي طالعه اكتر يعني فانا شايف انه لا طبعا لسه بدري يور رايت في طبعا حاجات كتير قوي نوينس يعني في حاجات نويز يعني كتير بس في وسط النويز ده يو هاف تو ليسن تو ايه بقى الحاجات الكويسه وهيبقى فيه يعني في حاجات كتير قوي لسه ما اتعملتش يعني عايزين تعملوا ايه او لو هنتكلم في خطتك في ال5-10 سنين اللي جايين نفسك تي بي بي تبقى راحت فين تبقى حققت ايه وي ويل بي ان شاء الله جلوبال كومباني لان انا شايف انه المحتوى العربي عامه اول اوفر ذا وورلد يعني العرب سبيكينج دايسبورا كلها لسه محتاج يشيل كتير قوي محتاجين شركات كتير محتاجين ناس كتير قوي تفكر في هذا النوع من المحتوى يعني احنا حتى مثلا بنحاول يعني من الانيشيتيفز بتاعتنا ان احنا بنهاير بيبل من other creative industries as well فمثلا يبقى دايركتور من فيلم اندستري او مثلا دي او بي من مسلسلات واللي بيكتب يكون كتب قبل كده مع مثلا بروديوسر جامد يعني وبنعمل اكشلي كروس اوفرز كتير مع فيلم برودكشن كومبانيز مع ناس كبار سابقنا وهكذا فعايزين دايما ناليفيت يعني شايف انه نقدر نعمل كونتنت يبقى جلوبال ستاندرد باشكال مختلفه. احنا دلوقتي بنعمل حاجات سيريز متصله اكتر كليف هانجرز وهكذا يعني وده الميزه اللي عندكم اللي مش موجوده في حتت كتير يور تيكينج ذا بودكاست تو ذا نيكست ليفل افكار مش شبه بعض واخدينها في زي ما تقول في حته الكرايم وفي حتت كتير فده مهم قوي. اسلام بتمنى لك التوفيق بفرح جدا بالنماذج الشبه النماذج بتاعتك اللي كنت شايف حاجه لسه الناس ما كانتش شايفاها نجحتها وكبرتها ووصلت بيها النهارده لحته ممتازه والناس كلها قدرت تدعي ان انت احسن حد بيعمل بودكاست وده مش رايك لوحدك فعلا ده راي كل الناس اللي بتشوفكم فبتمنى لكم التوفيق جود لك ومبروك اللي جاي احسن واكبر ان شاء الله. Thank you so much for the opportunity والله بس it was a pleasure. Thank you. Thank you.